سادتي سيداتي، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها كالعادة بالعناوين. تطور خدمات مستشفى حجحج المرجعي. منافسات كرة القدم لدون 23 ستنظم في يوليو. عقد سيمينار صحي في بلدة أم حجر. الاتحاد الأوروبي يعلن التزامات طويلة الأمد بأمن أوكرانيا. واشنطن تبيع تايوان معدات عسكرية ب 440 مليون دولار. باكستان وصندوق النقد يتوصلان لاتفاق بقيمة 3 مليارات دولار. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أفاد المدير الطبي لمستشفى حجحج المرجعي الدكتور تسفى سلاسي إيوب أن المستشفى يقدم خدمات جيدة مستفيدة من المعدات المتطورة والقدرات البشرية المتواجدة. وقال إن المستشفى إلى جانب الخدمات العامة المنتظمة يقدم الخدمات في تخصصات الأمراض الذهنية والعلاج الطبيعي والعيون والقلب. وذكر أن الأمراض المستفحلة في الأطفال دون سن 5 تتمثل في أمراض الجهاز التنفسي والتهاب المسالك البولية والأميبيا، وتقديم خدمات المتابعة الشهرية لأمراض ضغط الدم والسكري والأمراض الذهنية ومرض الأيدز. وأشار إلى تقديم قسم العلاج الطبيعي الخدمات المرضية، حيث تم بناء 3 غرف لحل الضيق فيه. وأوضح الممرض أمانيل عقبة من قسم العلاج الذهني أن الخدمات في تطور مستمر. وعرب الطبيبان ملكياس جبرز جابير وسابرين محمد إدريس العاملان في المستشفى عن الارتياح لخدمة الشعب الذي علمهم. أعلن الاتحاد الوطني لكرة القدم في تصريح صحفي اليوم بأن المنافسات الوطنية لكرة القدم لما دون 23 للجنسين ستنظم في أسمرة من 2 وحتى 12 من يوليو. وأوضح نائب رئيس الاتحاد السيد تسفى ميكائيل برهاني أن المنافسة ستكون مناسبة لتبادل الخبرات وإرساء روح المنافسة لدى الشباب، وسيجري بناء منتخب شباب باستكشاف القدرات في هذه المنافسة الوطنية. وذكر وضع ميزانية بنصف مليون نعفة للجوائز المقدمة ومنصرفات جميع الفرق الرياضية المشاركة. وستكون الجوائز إلى جانب مبلغ المشاركة 100,000 نعفة للفريق الفائز بالمركز الأول للجنسين، و75,000 نعفة للثاني، و50,000 نعفة للثالث، بالإضافة إلى الجوائز المقدمة للاعبين الأفضل والهدافين وحراس المرمى. وذكر مسؤول المنافسات في اتحاد كرة القدم الأستاذ سلامون تمنوى بأن 7 فرق من الجنسين ستشارك في المنافسة من الأقاليم 6 ومؤسسة التعليم العالي. هذا وستنظم المنافسات في استاد أسمرة من يوم الأحد القادم من 2:00 ظهرا. بحث الاجتماع المنعقد يوم 28 من يونيو في مقر كإقليم القشبركة بحث دور أعضاء الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة لتنفيذ برامج التنمية. وأوضح سكرتير الجبهة في المديرية السيد برهان صقاي في التقرير نصف السنوي الذي قدمه في الاجتماع الذي شارك فيه إدارات الضواحي ومسؤولي المجموعات ومكاتب الوزارات بأن أنشطة مرضية نفذت بالمشاركة الشعبية في الاحتفالات الوطنية وتشجيع قوات الدفاع، وذلك القيام بأنشطة فاعلة لحماية التربة وحفظ المياه وصيانة الطرق ومد خطوط المياه والكهرباء. ودعا مدير مديرية لوقو عن سبا السيد إبراهيم حقوس المشاركين في الاجتماع لوضع خطط عمل وتعزيز التنسيق انطلاقا من التقييم. وأوصى الاجتماع لبناء نصب تذكاري للشهداء في مقبرة الشهداء وتعزيز دور الكادر في برامج التنمية وتبديل قضاة المحكمة الأهلية لتمضيتهم فترة طويلة في العمل وتوزيع قطع الأراضي السكنية.
أكد الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم القاشبركة في الاجتماع نصف السنوي الذي عقده في بارنتو في 25 من يونيو، أكد على العمل بقوة لتنمية قدرات الشباب. وأوضح مسؤولو المديريات والأعصام بتقارير الذي قدموه عن البرامج المنفذة والمميزات والتحديات. وأوضح مسؤول الشؤون التنظيمية والسياسية في الفرع السيد ماريقوس جرماي أن الجهود تبذل لتوعية الشباب بضروريات المرحلة وبرامج التنمية والتصدي والاستفادة من موارد محيطهم واستغلال جيد للوقت. وأشاد بالتفاني الموجود في المديريات لتنفيذ البرامج الموضوعة رغم قصور التجهيزات والأدوات. وقال رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة سيد صالح أحمد دين إنه يتوجب بناء الشباب بالقيم لتمكينه من خدمة مجتمعه، داعيا مندوبي الاتحاد للعمل الجاد في مناطقهم. عقد مكتب وزارة الصحة في إقليم القاشبركة سيمينارا لأصحاب المرافق الخدمية في بلدة أم حجر للتوعية بالأمراض المعدية عامة والأمراض التناسلية خاصة. وأشار مدير مديرية قلوج السيد داس زرمكال إلى أهمية الاجتماع الصحي التنويري، مناديا جميع قطاعات المجتمع المساهمة الفاعلة. وقدم مسؤول التوعية في مكتب وزارة الصحة في الإقليم السيد سلطان حقوس توضيحا حول الأمراض التناسلية المعدية، وقال إن الإصابة بمرض الأيدز نزلت لأقل من 1% ويجب مواصلة الجهود لاستئصاله. وشدد المشاركون على أهمية القيام بالمراقبة والمتابعة اللصيقة المرتكزة على الوعي والتوعية لكون المنطقة تجاور دولتين. نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضاء الإرثية، لكن بعد الفاصل. على الصعيد العالمي، أعلن قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة لهم في بروكسل أنهم سيقدمون التزامات طويلة الأمد لتعزيز أمن أوكرانيا، في وقت حثهم فيه الرئيس فلاديمير زيلينسكي على العمل على جولة جديدة من العقوبات بحق روسيا. يأتي ذلك فيما أفادت صحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين أن الولايات المتحدة على وشك الموافقة على تقديم نظام صاروخي بعيد المدى لأوكرانيا لاستعماله في الحرب. وكرر القادة الأوروبيون خلال قمة بروكسل أنهم سيدرسون على وجه السرعة شكل الالتزامات طويلة الأمد اتجاه كييف. وأشار مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد جوزيف بوريل أنه يمكن أن تكون استكمالا للدعم القائم من الاتحاد الأوروبي، مثل صندوق السلام الأوروبي الذي قدم أسلحة بمليارات الدولارات لأوكرانيا وممول بعثة تدريبية للقوات الأوكرانية. أعلنت الولايات المتحدة بيع ذخيرة وقطع غيار عسكرية لتايوان مقابل 440 مليون دولار في إطار دعمها للجزيرة الذاتية الحكم التي تطالب بها الصين. وعملية البيع هذه ذات الحجم المتواضع لا توسع نطاق الأسلحة الأمريكية إلى تايوان، لكنها تأتي في وقت تحاول واشنطن وبكين تحقيق استقرار في علاقاتهما المتوترة. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في إخطار للكونغرس بيعها ذخيرة لمدافع من عيار 30 ملم إلى تايوان مقابل 332.2 مليون دولار، وقطع غيار أسلحة وآليات عسكرية مقابل 108 ملايين. بدورها دعت المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني شو فينغليان الولايات المتحدة إلى وقف عملية بيع الأسلحة إلى تايوان، وكذلك قطع الاتصالات العسكرية معها. توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي مع باكستان للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار. ويخضع اتفاق الاستعداد الانتمائي لموافقة مجلس إدارة الصندوق الشهر المقبل بعد تأخر دام 8 أشهر بسبب تعطل المفاوضات بين الجانبين. ويساعد الاتفاق باكستان التي تتأرجح على شفا التخلف
عن السداد في تخفيف مؤقت لديونها الخارجية البالغة 205 مليارات دولار. من جهته قال رئيس الوزراء شهباز شريف إن الاتفاق سيمكن باكستان من تحقيق الاستقرار الاقتصادي ويضع البلاد على طريق النمو الاقتصادي المستدام. وارتفع معدل التضخم بشكل كبير وانهار سعر صرف الروبية ولم تعد البلاد قادرة على سداد وارداتها مما تسبب في انخفاض حاد في الإنتاج الصناعي. وضعت مجموعة من علماء الآثار الإسبانية مخططات تفصيلية لحطام سفينة فينيقية عمرها 2500 عام للمساعدة في إيجاد أفضل السبل لاستعادته من البحر قبل أن تدمره إحدى العواصف إلى الأبد. وتعد السفينة ماراثون الثانية البالغ طولها 8 أمتار قطعة فريدة تبرز الهندسة البحرية القديمة، وسميت بذلك نسبة إلى بلدية ماراثون الواقعة بمنطقة مرسيا جنوب شرق إسبانيا، حيث عثر عليها قبالة الشواطئ. وغاص 9 خبراء من جامعة فالنسيا 560 ساعة على مدى أكثر من أسبوعين في يونيو لتسجيل جميع التصدعات والشقوق في السفينة التي تبعد 60 مترا عن شاطئ بلايا دي لا إسلا في ماراثون. وفي وقت لاحق من هذا العام سيواصل الخبراء بكيفية حماية الحطام واستعادته ربما في الصيف المقبل. ختام نشرة هذا المساء، إليكم أبرز العناوين. تطور خدمات مستشفى حزحزة المرجعي. منافسات كرة القدم لدون 23 ستنظم في يوليو. عقد سيمينار صحي في بلدة أم حجر. الاتحاد الأوروبي يعلن التزامات طويلة الأمد بأمن أوكرانيا. واشنطن تبيع تايوان معدات عسكرية ب 440 مليون دولار. باكستان وصندوق النقد يتوصلان لاتفاق بقيمة 3 مليارات دولار. انتهت نشرة هذا المساء، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.